والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة، وهي إن وأنا ماشي في الشارع فجأة الكاوتش هو اتلحم تاني ولا إيه؟ الكاوتش اتقطع مني. زي ما هو واضح كده الكاوتش اتقطع مني. ف فكيت الداخلي ولحمته وركبته تاني، وبمشي لقيت الكاوتش اتخرم تاني، فمعناها إن الكاوتش الخارجي كده خلاص عايز يتغير. فهنتابع مع بعضنا خطوة بخطوة ازاي اغير الكاوتش الخارجي، وفي نفس الوقت ازاي الحم الكاوتش الداخلي، ونتابع مع بعضينا كده خطوة بخطوة. أول حاجة هنقلب العجلة. أول حاجة هنقلب العجلة ونفك الطارق. فكينا الطارق، هنركن العجلة على جنب. تمام، جبنا الطارق اهي. هطلع بقى الكاوتش لبره، ويفضل لو هي مش حاجة لها سن ناشف أو سن حامي برفع الكاوتش لبره كده. وبعدها بجيب حاجة تانية برضه ما يكونش لها سن حامي زي كده مثلا، واروح مطلع بيها الخارجي كده. ممكن اطلع الباقي بايدي. تمام، كل ده والكاوتش مفسي. تمام، هروح مطلع الداخلي. باجي هنا لسه البلف بتاع الداخلي ما خرجش، بروح عامل الخارجي لبره كده. بروح عامل الخارجي لبره كده، واروح مطلع البلف واروح حاطه تاني، واروح جاي كده مخرج الخارجي خالص. كده انا خرجت الخارجي. تمام، الخارجي بقى فيه اهو. تمام، ركبه. ركب، ركبته من جنب واحد ركب. تمام، ننتقل للخطوة التانية، وهي ازاي نلحم الكاوتش المخروم. أول حاجة ننفخه، ننفخ الكاوتش. هو كده الكاوتش فيه قطعة كبيرة طالما بيه مش عايز ينفخ خالص كده. فهنمشي مع الكاوتش سنة سنة لحد ما نلاقي القطع. مسكت القطع بإيدي أهو، وأفضل أنفخ. تمام، من غير أي مية. مسكت القطع بإيدي أهو، مسكت القطع بإيدي. سهلة جدا وبسيطة.
هوريكم ازاي برضو بنلحم الخرم ده. هو اول حاجه يفضل يبقى معاك بادجات زي ديت رود، بس انا معيش غير بادج ايه، عجل عاديه. فهجيب البادج الرود، قصدي هجيب البادج العجله العاديه دوت واقصه. ليه هقصه؟ عشان ده كبير قوي كده وهيخلي فيه اعاقه في هيخلي فيه اعاقه في الكاوتش. فهقصه، اجيب اي مقص واقصه نصين. وكده كده برضو القطع مش كبير، فهوريكم ازاي نعمله. تمام، قصيته نصين. باجي على مكان القطع، مكان القطع اهو، بفضل كل شويه اتاكد منه. بجيب اي حاجه كده اسند عليها. تمام. وبجيب من عدة اللحام. معلومة برضو، عدة اللحام دي دايما بتبقى معاك، دايما عدة اللحام الأساسية دي بتبقى معاك وأنت رايح مشوار أو رايح أي حتة. إيه هي عدة اللحام الأساسية؟ السيليسيون دوت أو اللحام. وبيبقى معاك حتة صنفرة، وبيبقى معاك البادجات. ولو أنت رود بتجيب بادجات رود. أنا ما عنديش بادجات رود فممكن أستخدم البادجات دي عادي. وبيبقى معاك حاجة تفتح بيها تفتح بيها الكاوتش. في زي عصاية كده حديد بتستخدمها إن أنت بتفتح بتطلع بيها الكاوتش يعني الخارجي وكده. في منها حديد وفي منها بلاستيك. الاتنين حلوين. أنا كان معايا واحدة الصراحة مش لاقيها. فهنعملها إيه؟ هنجيب الصنفرة بتاعتنا ونيجي على مكان الخرم حواليه كده ونفضل نهبط الصنفرة. نصنفر كويس عشان نخلي الحتة ديت تمسك في اللحام كويس. تمام، صنفرنا كده. ننتقل للخطوة اللي بعدها. هنجيب اللحام ونحط نقطة صغيرة، مش صغيرة أوي يعني، يا دوبك على البتاع. تمام، ونجيب بصباعنا ونمشي على اللحام دوت لحد إيه ما يمسك شوية. ما نحطش البادج غير لما اللحام دوت يمسك شوية حلوين. وأفضل أمشي صباعي واستنى. افضل مستني لحد ما ينشف شويه. محطش البادج مره واحده. امشي صباعي سنه تاني. كل ما امشي صباعي بينشف اسرع شويه. استنى لحد ما ينشف شويه. بص. تمام. واروح جاي على مكان الخرم واروح مركب البادج. تمام، ركبت البادج اهو. بجيب اي حاجه ادق بيها على البادج. لو انا في الشارع بجيب طوبه. لو انا بيبقى معايا اي حاجه يعني اي حاجه ناشفه كده ادق بيها على البادج. باجي ادق في النص اول حاجه. بدق في النص على البادج وبعد كده بجيب الاطراف. ويفضل لو حاجه انا عن نفسي يعني لما بكون في البيت بفضل ان انا احطها تحت الكنبه، تحت رجل الكنبه. ليه؟ بتمسك اقوى واللحام ما بيفكش تاني. وفي برضه ممكن تدق عليها عادي، بس انا بشوف ان لما احطها تحت الكنبه بتبقى افضل. فهنحطها تحت الكنبه ونرجع لكم. تمام، رجعنا بعد ما الكاوتش اتلحم اهو. هو الكاوتش طالما فيه كذا لحامات كتير، يفضل مثلا أقصى حاجة بعد 5 لحمات تغيره. عشان كده هيبقى الكاوتش ملوش لازمة. فهو اللي معايا ده تقريبا فيه 5 لحمات، فلو اتخرم تاني هغيره. فهنجيب الطارة بتاعتنا.
نيجي على مكان هنا البلف، هنطلع الخارجي لبره، ونركب البلف. تمام، ركبنا البلف، نرجع الخارجي مكانه تاني، ونركب الداخلي بالراحة. هننفخه سنة قبل ما نقفله عشان ما نقرصش عليه. بس كده كويس، نفخناه سنة بس صغيرة عشان ما نقرصش عليه واحنا بنقفل. تمام. بس سنة برضه عشان يتنفخ جامد شوية. بس كده حلو أوي. هروح قافلين من جنب. في ملحوظة، نرجع البلف ده لورا واحنا بندخل الخارجي. ليه؟ عشان الخارجي ساعات بيقفل ورا البلف، فتيجي تنفخ الكاوتش تلاقي الكاوتش عمل زي كلكية على هنا كده. اتاكد اول حاجه ان انا ادخل الداخلي عشان ما اقصش عليه، بدخل الداخلي وبعد كده ادخل الخارجي. تمام كده، ركبت اهو الخارجي وهنفخه، وتمام كده هيبقى الكاوتش ركب. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عنا. والسلام عليكم ورحمة الله.